السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن تربية الدجاج تعد من الأنشطة الزراعية الهامة التي تهدف إلى إنتاج اللحوم والبيض. تتطلب هذه العملية توفير بيئة مناسبة للدجاج من حيث المسكن والتغذية والرعاية الصحية لضمان نموه بشكل سليم وإنتاجيته العالية. يمكن ممارسة تربية الدجاج على مستوى المنازل أو في مزارع كبيرة. اليوم حديثنا عن سلالة الدجاج الفيومي وإنتاجه للبيض. سلالة الدجاج الفيومي هي سلالة دجاج محلية تتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية وبيئتها الجافة والحارة. تشتهر هذه السلالة بمقاومتها العالية للأمراض وقدرتها على العيش في بيئات أقل رطوبة، مما يجعلها مناسبة للتربية في مناطق عديدة. كما تتمتع الفيومي بالحركة السريعة والنشاط. إنتاج البيض. الدجاج الفيومي يعتبر منتجاً جيداً للبيض مقارنة بالسلالات المحلية الأخرى، لكنه ليس بنفس مستوى السلالات التجارية المتخصصة في إنتاج البيض مثل الليغهورن. يمكن أن تنتج دجاجة الفيومي حوالي 150 إلى 200 بيضة سنوياً في الظروف المناسبة. البيض الذي تضعه دجاجة الفيومي صغير الحجم نسبياً، وغالباً ما يكون ذا قشرة بيضاء أو فاتحة اللون. مميزات سلالة الفيومي: سرعة النمو مقارنة ببعض السلالات المحلية، إمكانية تربيتها في المزارع المفتوحة أو الأنظمة التقليدية لأنها قادرة على الاعتماد على البحث عن الطعام بنفسها، مقاومة جيدة للأمراض مما يقلل الحاجة إلى الرعاية الطبية المستمرة. بشكل عام، فإن سلالة الفيومي تناسب المشاريع الصغيرة والمزارع التي تهتم بتربية الدجاج في ظروف طبيعية وصحية، وتعتبر خياراً جيداً لمن يريد مزيجاً بين إنتاج البيض وقدرة الدجاج على مقاومة الظروف البيئية الصعبة. في الختام، أشكركم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لقناتي. فبدعمكم ومتابعتكم أستطيع تقديم المزيد من المحتوى الهادف والمفيد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وجودكم معي هو دافع كبير للاستمرار، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم. شكرا لكم جميعا.